اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. هنعمل النهارده بسكوت اقتصادي، يعني يعتبر اقتصادي الحمد لله رب العالمين. هو مبقاش في حاجه اقتصادي، بس طول ما احنا في معية الله ان شاء الله ربنا هيسترها علينا يعني. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلي على الرسول، وطبعا ندعي لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم. هنا طبعا عندي هنا كوبايتين ونص من الدقيق، وخلي بالك لان الدقيق غدار، ممكن ياخد منك كمية زيت كتير، كمية مثلا مية كتير، ف خلي بالك من الدقيق اللي انت بتستخدميه. تعالوا بقى نسمي بسم الله كده ونرتب كده المقادير مع بعض. حطينا معلقة كده من البيكنج باودر على كوبايتين ونص من الدقيق، ولو عندك الدقيق بيشرب زيت او مية يبقى تحطي كوبايتين بس من الدقيق. عندنا هنا في الخلاط بيضة واحدة، ومعاها نص كوباية من السكر، خلاص نص كوباية من الزيت ورشة فانيليا، وهنضربهم ضرب لغاية ما تقول جاي، يعني الحبيبات بتاعت السكر دي تكون دايبة دوب كده وما تبقاش محبحبة. خلاص هنبس كده العجينة بتاعتنا ماشي، وهنشوفها لو حبت او هتاخد معاكي نقطتين زيت، زودي معلقه بمعلقه كده لحد ما العجينه بتاعتك تبقى ناعمه وسلسه كده في ايدك، وما تبقاش بتتقطع او بتتفرول. يعني لما تيجي تشكليها لا تكون بتتقطع ولا تكون بتتفرول. فرولت قطعت معاكي بعد ما حطيتي الزيت، يبقى الدقيق بتاعك محتاج سوائل اكتر، يبقى هتحطي معلقتين حليب او معلقتين من الميه. تمام كده، انا بقولك كل التفاصيل اللي ممكن تقعي فيها علشان البسكوت ما يقعش معاكي او يطلع ناشف ويكون بيفرول معاكي. معلقتين من الميه هيلموا الدنيا معاكي، معلقتين من الحليب برضو هيلم الدنيا معاكي. هنا عندي بقى على البورد هحط القطعه من البسكوت واي شكل، لو عايزه تشكلي بالسكينه شكلي، عندك قطعات زي اللي موجوده عندي كده برضو شكلي. طبعا اهم حاجه وانت بتشتغلي في البسكوت ده لازم تكوني مولعه البوتاجاز بتاعك على درجه حراره 180، علشان طبعا البسكوت بتاعك لازم يخش فرن سخن. لو دخل فرن بارد البسكوت هينشف منك جدا جدا ومش هيطلع حلو معاكي خالص. هنا طبعا بتفردي العجينه بايديكي كده، بس لازم بتحطي كيس بلاستيك من تحت وكيس بلاستيك من فوق العجينه علشان تتفرد معاكي اسهل. دهنا طبعا الصينيه بتاعتنا بالزيت وشكلنا وحطينا في الفرن، وبعد كده يعني هنشكل تاني. خلاص يعني الصينية اللي تحطيها في الفرن بالظبط مش هياخد معاكي 15 دقيقة وهتلاقيه كده خد لون. تمام. هنا طبعا لو انت عندك مثلا حاجة تفردي بيها، انا قعدت ادور على الزقلة اللي عندي دي اللي انا بقى بفرد بيها ما لقيتهاش بصراحة. رحت خدت الرول بتاع الاسترتش راب ده واشتغلت بيه. تمام. انا ما بشتغلش باي حاجه يعني تكون ناشفه، علشان انا اصلا عندي مشكله في ايديا، فبضطر ان انا اعملها بايدي كده وخلاص يعني الحمد لله رب العالمين. فهنا بقى بصي قطعت وشكلت زي ما انت شكلي زي ما انت عايزه، ممكن تشكلي بسكينه، ممكن تشكلي بقطاعه زي ما انت عايزه. اتفقنا ان احنا نشغل الفرن على درجه حراره 180 قبلها مثلا كده بنص ساعة يعني، وانت بتشتغل كده ربع ساعة، المهم ان يخش على فرن سخن. خلاص هياخد طبعا لون من تحت، هتشغلي الشواية ياخد برضو لون بسيط كده من فوق، وهيطلع معاكي شايفين البسكوت مستوي جميل ازاي. الله اكبر اللهم بارك. هو ما قعدش اصلا، السكر بتاعه مظبوط جدا، حابة تقللي كمية السكر برضو مفيش اي مشكلة. تمام. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلكم مني كل جديد، وكمان تحطوا لي لايك على الفيديو ده وتشيروه لكل اصحابكم وحبايبكم. طبعا هو يعني يعتبر اقتصادي ببيضه واحده بس، خلاص وكوبايتين دقيق او كوبايه ونص حسب ما طبعا الدقيق بتاعك ياخد. تمام. ما تنسوش بالله عليكم تصلوا على الحبيب المصطفى، وكمان تنزلوا تحت في الكومنتات تكتبوا لي كده كلمتين حلوين. ولو حابه انك انتي تشكليه او تحطي له اي صوص موجود عندك، شوكولاته مثلا، فراوله، اي حاجه متوفره عندك برضو مفيش مشكله. انا كان عندي شوكولاته خام، ممكن تحطي نوتيلا، ممكن تحطي اللي انت عايزاه. سيحتها كده، حطيت عليها معلقتين من الزيت خلاص، وسيحتها مع معلقتين